إذا كانت هناك مباراة نهاية كأس العرش فيمكن نعتبر هذه المباراة نهاية الدوري. نعم. لأنها كتجمع جوج ديال الفرق، الفائز سيفوز ببطولة المغرب مع امتياز للرجاء وفعل التعادل. نعم، هذا هو السر في هذه المباراة دي، المباراة اللي النقطة ديال الرجاء اللي في صالح الرجاء هي اللي كتعطي نكهة خاصة للمباراة. فالجيش لازم يهاجم باش يوصل للهدف باش يمكن له ياخذ الدوري، والرجاء سيحاول إثبات الذات من خلال طريقة اللعب ديالو. هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء وتدخل الحارس العسكري في آخر لحظة. هذه أول محاولة خطيرة لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي بواسطة لاعب نبيل المسلوب. لقاء سيعرف بدون شك البحث عن الأهداف بالنسبة لفريق الرجاء لتأمين النتيجة وتأمين الفوز باللقب. بالنسبة لفريق الجيش الملكي الفوز هو السبيل الوحيد للظفر بلقب البطولة. بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي فهناك مجموعة من اللاعبين اللي غادروا الفريق خلال هذا الموسم، كاللاعب مروان زمامة وكذلك اللاعب قاسمي واللاعب بيدودان وكذلك اللاعب موسى سليمان اللي كان من المنتظر باش يلتحق بالبطولة الروسية أو البطولة القطرية، إلا أنه الآن أمام هذه الغيابات فريق الرجاء ما شكاش من النقص، بل أنه تمكن يفوز بلقب بطولة المغرب أو يلعب على لقب بطولة المغرب. الآن هو من المرشحين للفوز باللقب، كذلك مؤهل. هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي وتدخل ياسين الحظ. هذا ياسين الحظ حارس ممتاز من حراس الشباب في البطولة الوطنية، حارس غتكون عنده الكلمة ديالو في البطولة الوطنية. كل من يتابع عطاءات هذا الحارس يتنبأ له بمستقبل ظاهر. هذه كذلك محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي أو بالأحرى رد فعل الجيش الملكي على محاولة اللاعب نبيل مسلوب. ملاحظ عند ياسين الحظ هو أنه لحد الآن المدخل العرين ديال الرجاء ما تسجلت عليه حتى شي إصابة. هذه من الأشياء اللي يعتبرها المتبعين لكرة القدم الوطنية من الأشياء اللي كتعتبر نقطة حسنة بالنسبة للحارس ياسين الحظ من الحراس الشباب تكون مدرسة الرجاء الرياضي البيضاوي. سبق له كان حارس المنتخب الوطني المغربي الشبان والحارس المنتخب الوطني الأولمبي و5 متر 50 فائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. كان بحث لفائدة الجيش عن الهدف والكلمة كانت لدفاع الرجاء. قلت أنه بعد مغادرة مجموعة من اللاعبين لفريق الرجاء الكل كان يعني تخوف على مصير الرجاء في بطولة هذا الموسم. فريق الآن من المرشحين للظفر باللقب، مؤهل لنهائي كأس العرش ومؤهل كذلك لدور ربع نهاية الكأس الإفريقي. هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. تدخل دفاع الجيش الملكي، حفيظ عبد الصادق في اتجاه المعتز وشلا كتضيع له الكرة كتمشي عند أبو شروان، الحكم كيعلن على خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. نشير كذلك ونحن نتكلم عن الحكم السيد مصطفى معزوز على أن اللجنة المركزية للتحكيم فقد اتخذت مجموعة من القرارات ضد أو تعتبرت بمثابة عقاب لمجموعة من الحكام، كالحكم بوحزمة اللي تعرض للتوقيف ل6 أشهر، والحكم مصطفى مشمور، الحكم مشمور عبد الله مشمور على ما أعتقد، الحكم اللي تم التوقيف ديالو لسنتين بعد المباراة اللي جمعت فريق الجمعية السلوية فريق أولمبيك خريبكا. هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء. تدخل معتز في اتجاه علي بواب عند اللاعب بوبو معتز، تمريرات محكمة بين عناصر فريق الجيش الملكي وتدخل مصباح لكيبعد الكرة للتماس. يتنفذ التماس لفائدة فريق الجيش الملكي. المعتز اتجاه أرمومن لاعب سابق فريق الرجاء البيضاوي، صراع مع اللاعب نبيل مسلوب، تمشي الكرة عند القديوي، تدخل اللاعب لوي إدغار وخطأ لفائدة الجيش الملكي. توتر أعصاب اللاعبين شيء طبيعي لأن المباراة هي مباراة تحديد البطل، مباراة النتيجة ديالها غتلقي بدلالها على مستقبل كل فريق. خطأ لفائدة الجيش الملكي. كاين احتجاج عناصر الجيش الملكي لتدخل اللاعب لوي إدغار، حكم اعلن على خطأ فالحكم صف اللاعب. تدخلات او الاحتجاجات ربما تعرض اللاعبين للاوراق الصفراء
اكيد ان الحكم غتكون عنده مهمه صعبه جدا في هذه المباراه هذه، لان كل تصرفات اللاعبين الان في الملعب غتكون عندها الديول ديالها فيما قيل فيها المباريات الماضيه من البطوله المغربيه. وكنتمنوا ان اللاعبين يسهلوا المأموريه للحكم، هذا الحكم الواعد، ويخليوه يلعب المقابله بفروح رياضيه وما تعبوش في شاهدنا اللاعب مروان زمامه اللي كيتابع هذا اللقاء، كذلك اللاعب اللوزي لاعب سابق فريق الجيش الملكي. ضربة خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. أرمومان كينفذ قذفة قوية، تدخل دفاع الرجاء عند اللاعب بوبو في اتجاه نبيل مسلوب. أرمومان كيمرر عند القديوي، حكم كيترك الامتياز لفريق الرجاء البيضاوي عند اللاعب نبيل مسلوب كيمرر في اتجاه العلودي عند لاعب هرواش. سهولة في يد الحارس العسكري. أرمومان المعتز تمشي له الكرة، تدع له اللاعب سامي تاج الدين. أبو شروان، سامي تاج الدين اتجاه أبو شروان، تدخل لاعب بوبو وتمس لفائدة الرجاء. كيتلاحظ على ان فريق الرجاء البيضاوي كيلعب بالنهج ديال 4-4-2 وفريق الجيش الملكي كيلعب 3-5-2، لكن الظاهر ان غادي اللاعبين ديال الجيش الملكي غادي يلقاو صعوبات كثيره مع بوشروان ومع العلودي، لانهم كيتميزوا بالسرعه، عندهم امكانيات هائله، والغياب ديال جوج المدافعين في الدفاع ديال فريق الجيش الملكي غادي يخليهم يشقاو شويه باش ياخذوا منهم الكره. دي محاوله لفائده فريق الرجاء، تدخل الحارس العسكري هذا محمد نجمي والمدرب اونغي اسطنبولي مدرب الرجاء البيضاوي اللي اضاف لمسه لعطاءات الرجاء في بطوله هذا الموسم. فريق الرجاء اللي حافظ على الصراع ديالو على لقب الدوري الوطني، كذلك العطاء ديالو على مستوى كأس العرش كان عطاء جيد، هو الآن مؤهل لنهاية كأس العرش وكذلك لربع نهاية كأس عصبة الأبطال الإفريقية. ياسين الحظ بسهولة كيتمكن من الكرة، الحارس الشادلي يتابع هذه المباراة، يعاني من الإصابة. الخلف ديال الحارس الشادلي ياسين الحظ فكان في المستوى طيلة اللقاءات اللي خداها مع فريق الرجاء. وإدغار اتجاه أبو شروان وخطأ. هذه لقطة استعراضية من اللاعب أبو شروان. نعم، هذا اللاعب كيتميز بإمكانيات هائلة، مهارات هائلة، تأهلوا باش يلعب في أي فريق. كما تكلمت الأخ طلال عن تواجد بعض الوسطاء من أوروبا. هناك وسطاء كذلك لمعاينة عطاء أبو شروان في هذه المباراة، بالإضافة للاعب سفيان علودي وكذلك اللاعب القديوي من جانب الجيش الملكي. تنفذ ضربة الخطأ في يد الحارس العسكري اللي اليوم حارس رسمي بالنسبة لفريق الجيش الملكي. في هذا الإطار يمكن الإشادة بالعطاء الجيد للمنتخب الوطني المغربي للشبان اللي تمكن من المرور للدور الثاني بقيادة المدرب الكوف فتحي جمال. الإطار الوطني اللي تبت بالملموس على أن الإطار الوطني بإمكانه يقوم بالشيء الكثير إذا تعطته الإمكانيات وإذا توفرت له الظروف، كما حصل مع فتحي جمال في كأس العالم للشبان. فالمنتخب الوطني المغربي ترك صدى جيد بهولندا، والنتيجة بملعب الفوسفات بخريبكا 1-0 لفائدة فريق أولمبيك خريبكا، نتيجة لا تخدم مصالح اتحاد طنجة اللي عليه تحقيق التعادل على الأقل لضمان بقائه ضمن أندية القسم الوطني الأول. قلت أن المنتخب الوطني المغربي للشبان ترك صدى جيد بهولندا
في كأس العالم اللي كدور هناك، وتمكن من التأهل لمباراة الثمن للدور الثاني. مجموعة من اللاعبين اللي أكدوا الحضور ديالهم. احنا كنتابعوا لقاء الرجاء بالجيش الملكي، فيمكن نشيروا العطاء الجيد للاعب ياجور وكذلك اللاعب طارق بن دامور اللي تمكن من تسجيل هدفين في هذه النهائيات. الهدف الاول كان في المباراه امام الهندوراس، والهدف الثاني هو اللي منح التاهل للمنتخب الوطني المغربي امام منتخب الشيلي. لاعب واعد، لاعب المكانه ديالو مضمونه مع فريق الرجاء الرياضي البيضاوي، هو من انتاج مدرسه الرجاء، والخلف موجود عند فريق الرجاء البيضاوي، حيت تحدثنا على ذهاب مجموعه من اللاعبين وفريق الرجاء ما تاثرش لذهاب هاد اللاعبين. كذلك هناك خلف اخر اللي يمكن يعطي نكهه لفريق الرجاء. هذه محاوله لفائده فريق الرجاء، وهرواش كيمرر اصطدام بين حكم اللقاء واللاعب نبيل مسلوب، وخطا بالفعل لفائده فريق الجيش الملكي في وسط الميدان. نفذ الخطأ بواسطة اللاعب ياسين نوم. لاعب سابق بالاتحاد البيضاوي، كان جلبه فريق الجيش الملكي من الاتحاد البيضاوي، كان لاعب المنتخب الوطني المغربي لشبان في نهائيات كأس إفريقيا ببوركينا فاسو. جريندو كيبعد الكرة في اتجاه حفيظ عبد الصادق. محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي، نبيل مسلوب كيتمكن من الكرة. المعتز يطالب بخطأ حكم اللقاء، كان قريب من العملية، ركن امتياز للاعب نبيل مسلوب. سامي تاج الدين فقط عند اللاعب بوبو، تدخل قوي من اللاعب بوبو. الحكم كيترك الامتياز لفريق الجيش الملكي. ياسين نوم، المعروفي، حفيظ عبد الصادق، وإدغار. هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي، تمريرة كانت ضعيفة من اللاعب جريندو الحارس ياسين. الحظ الأخطر الآن مرت على المباراة ربع ساعة الأول، كيبان بأن فريق الجيش الملكي ما جايش باش يدافع، ما جايش باش يتسنى خطأ من حارس أو من الدفاع. باين بأنه متمركز في وسط الميدان، وكيحاول لأنه يقلل من تحركات فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي الآن تيبان بأنه كيلعب أكثر تحرر، وتيبان بأن تيقرا ما يمكن أن يتوقع من لاعبي فريق الجيش الملكي خلال ما تبقى من المباراة، خاصة وأن فريق الجيش الملكي له خيار واحد للفوز باللقب، هو الفوز في هذه المباراة. الحيمر، خطأ لفائدة اللاعب الحيمر، لاعب أجدو اللي يتابع المباراة من كرسي الاحتياط. على ذكر كرسي الاحتياط، الأخ ترى كرسي الاحتياط الآن مهم في المباراة بحال هذه، مهم في آخر مباراة، خاصة خدينا بعين الاعتبار أن مجموعة من اللاعبين الممتازين كيتواجدوا في كرسي الاحتياط في هذه المباراة. نعم، العياء كذلك ديال المباريات، هذا الفينيش ديال المباراة اللي أحد الصحفيين سمى عليها مباراة الحصاد، يعني مباراة 90 دقيقة هي غتعطيك المنتوج ديال العمل ديال سنة كاملة. هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. اللاعب بوبو كان انتبه لتمريرة سفيان علودي. رضا سقيم، هشام مصباح، مباشرة للتماس. العامل السيكولوجي كذلك، الرهبة والخوف من الخطأ كذلك هي كتخلي بعض اللاعبين الآن ما كيغمروش في المباراة. سامي تاج الدين في صراع وتماس لفائدة فريق الرجاء البيضاوي بعد تدخل لاعب حفيظ عبد الصادق.
روح رياضيه. حفيظ عبد الصادق هذا لاعب سابق فريق الرجاء البيضاوي المغرب الفاسي. كل روح رياضيه هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء عند الحارس العسكري. فريق الوداد متفوق بمدينة الرباط أمام الاتحاد التركي بهدف لصفر. جوج ديال الأهداف مسجلة حتى الآن في لقاءات الدورة الأخيرة من بطولة القسم الوطني الأول. الهدف الأول لفائدة أولمبيك خريبكا أمام اتحاد طنجة، والهدف الثاني لفائدة الوداد أمام اتحاد ورقة. محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي، محاولة خطيرة، والهدف لفائدة الجيش الملكي بواسطة اللاعب أرمومن. الهدف لفائدة لفائدة الجيش الملكي بالفعل بواسطة اللاعب أرمومن اللي وقع الهدف في الوقت اللي التمريرة كانت ممتازة من اللاعب على ما أعتقد القديوي. وهدف خطأ في التموضع ديال فريق الدفاع في الدفاع الرجاء البيضاوي من جهة الحمر، اللي هناك الدفاع الخطي ما كانش في خط مستقيم، والاندفاع ديال الحمر هو اللي خلى الفجوة لفريق الجيش الملكي أنه يمر من جهة اليمين. هذه هدف او اصابه اللي غادت تعطينا لقاء اخر، لان فريق الرجاء كان يلعب بارتياح، كان يلعب من اجل التعادل. الان المهمه صعبت على فريق الرجاء البيضاوي. بالنظر الهدف لصفر، فالبطوله هي الفريق الجيش الملكي. فريق الرجاء سيحاول تدارك الموقف من خلال المرتدات الهجوميه. نعم، مباراه مفتوحه الان، لحد الان مفتوحه. ممكن تعرف اهداف اخرى اكيد، لان الاندفاع ديال الفريقين ما يخليهاش. حتى فريق الجيش الملكي غادي يعتمد على فكره انني احسن وسيله للدفاع هي الهجوم، غادي يهاجم باش يسجل اهداف ثاني يامن له المقابله، لان الا مشى حتى رجع للوراء ممكن يتسجل عليه هدف وغيكون بحال ما عمل حتى شي حاجه. هدف لصفر لفائدة الجيش الملكي في هذه المباراة. الهدف اللي كيعطي اللقب حتى الآن لفريق الجيش الملكي، وأول ورقة صفراء للاعب رضا سقيم لاعب فريق الرجاء البيضاوي. المسؤولية الآن صعبت على فريق الرجاء اللي أمامه خيار واحد هو تسجيل هدف التعادل لإعادة اللقب إلى خزانته، اللقب العاشر. فريق الجيش الذي سيحاول بدون شك إضافة أهداف أخرى لتأمين النتيجة ولتأمين اللقب. أول هدف يسجل على الحارس ياسين الحظ في بطولة هذا الموسم. علي بواب، معتز، وتماس لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. انا كيتاكد ان مباريات بحال هذه ما عامل الجمهور والملعب ما تعنيش حتى شي حاجه، لان فوق الملعب فوق الارضيه البساط الاخضر هو اللي تيقول كل شيء. اللاعبين عندهم الكره في رجليهم وهما اللي غادي ياخذوا القرار. لوي إدغار، سفيان علودي، كاين حراسه قويه على اللاعب سفيان علودي تجاه نبيل مسلوب، وتدخل دفاع الجيش الملكي عبد اللطيف جريندو، وتسلل اللاعب ابو شرف. بوبو، مصباح، الحيمر عند الحارس ياسين الحظ، ابو شروان. كاين حضور قوي لدفاع الجيش الملكي وكذلك تنظيم على مستوى الدفاع. نعم، هناك جوج ديال المهاجمين ديال الرجاء البيضاوي اللي هما بوشروان والعلودي عاملين عليهم مراقبه لصقه من طرف اوشلا وبوبو، وهناك ليبيرو اللي قايم بدور التغطيه اللي هو علي بوعاب. جريندو، ابو شروان،
كنشاهدوا بوبو تابع بوشروان فين ما مشى. الحيمر رضا سقيم عند لاعب الحيمر، سامي تاج الدين. الترتيب المؤقت حتى الآن: الجيش الملكي في المركز الأول 62 نقطة، والرجاء في المركز الثاني ب 60 نقطة، أي أن اللقب بحوزة فريق الجيش الملكي حتى الآن. محاولة الرجاء من الجهة اليسرى، وركنية لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. كنشاهدوا ان فريق الجيش الملكي كيدافع ب7 لاعبين، وكيبقاو دائما 3 ديال المهاجمين قراب للدفاع، لان باش ما يخليوش الحمر وسامي تاج الدين يطلعوا، باش يبقى على الاقل 4 ديال اللاعبين ديال الرجاء للوراء. نفذ ركنية لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، تدخل الحارس العسكري لوي إدغار. محاولة خطيرة لفائدة الرجاء والحارس العسكري في المكان المناسب. لقطة جميلة ديال بوشروان، هذه من الحملات خطيرة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، ورد فعل جيد للحارس العسكري. نبيل مسلوب، نبيل مسلوب ينفذ الركنية، حارس العسكري بسهولة. سامي تاج الدين كتضيع له الكرة، خطأ، خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. منذ الدقائق الأولى سي عبد الرزاق شليح فريق الجيش الملكي كان يحاول الضغط على معترك الرجاء لتسجيل الهدف، هو الهدف اللي جاء من خلال محاولة مضادة. نعم بالتأكيد، أن شفنا فريق الجيش الملكي على مستوى وسط الميدان اللي هي أكبر منطقة للتحدي وإثبات الذات والسيطرة على الوضع ديال المباراة. لقينا فيها في وسط الميدان ان فريق الجيش الملكي متحكم اكثر في وسط الميدان، وكان تيتسنى تغرب في الدفاع ديال الرجاء البيضاوي، ولقاها وسجل الهدف. الان المهمه على المدرب ديال فريق الرجاء لايجاد الصيغه المناسبه لتجاوز فارق الهدف، وكذلك بالنسبه لمدرب الجيش الملكي للحفاظ على الهدف الذي يمنح اللقب حتى الان لفريق الجيش الملكي. نعم، الان المدرب مطالب بتغيير الوضع ديال الفريق ديالو، مطالب بايجاد الحلول باش يوصل الفريق ديالو يعادل الكفه، كذلك على مستوى الجيش. هذه مجموعه من العناصر ديال الجيش الملكي اللي ما كتشاركش في هذه المباراه: اللاعب سراج، كذلك اللاعب بندريس واللاعب خربوش. كتنفذ الخطا لفائده الرجاء. بوبو وسط الميدان عند اللاعب رضا سقيم، العلودي وحفيظ عبد الصادق يبعد الكره في اتجاه الحارس ياسين حظ. على ذكر الغيابات سي طلال، امين الرباطي كذلك الموجود ضمن الطاقم الاحتياطي. نعم، هناك اهم غيابات في هذه المقابله هما الحارسين الاساسيين للفريق، الشاذلي من جانب الرجاء وطارق الجرموني حارس الجيش الملكي. كانت محاولة لفائدة الرجاء وتدخل الحارس العسكري اللي قايم حتى الآن بلقاء جيد. خطأ لفائدة الجيش الملكي في وسط الميدان. البكاري يتابع المباراة خارج الميدان. ما ننساوش كذلك الغياب ديال فضلي اللي هو قطب الدفاع ديال فريق الجيش الملكي، واللي الرجوع ديال علي بواب
المكان ديالو حاول به سي محمد فخير انه يغطي الغياب ديال هذا اللاعب. هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي، محاولة لفائدة الجيش الملكي، و5 متر 50 لفائدة الرجاء. كذلك هناك غيابات صفوف فريق الرجاء البيضاوي، اللاعب سليماني لجمعه 4 انذارات، واللاعب الدودي حسن الدودي لاعب وسط الميدان اللي كذلك عنده 4 ديال الانذارات. كذلك ديال خالد بوعريب وحميد ناطر. خالد بوعريب يوجد في الاحتياط، في احتياط الرجاء. الحيمر من الجهة اليسرى، تدخل دفاع الجيش الملكي، مصباح لاعب الحيمر، وشلا الحيمر، رضا سقيم، نبيل مسلوب، هرواش، الحيمر. ضغط ديال فريق الرجاء البيضاوي الان، هجومات مضادة لفريق الجيش الملكي. لاعب لوي إدغار فريق شباب المحمدية منتصر بهدف ل0. الانتصار يعني بقاء شباب المحمدية في القسم الوطني الأول، وضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. غيتنفذ الخطأ بواسطة اللاعب نبيل مسلوب. نفذ الخطأ بسهولة في يد الحارس العسكري. لوي إدغار، ياسين نوم، محمد أرمومن، أبو شروان، أبو شروان من الجهة اليمنى، أبو شروان، وتدخل اللاعب بوبو وتماس لفائدة فريق الرجاء الرياضي البيضاوي. سرعة كيتنفذ، حكم يطلب إعادة التماس لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. خروج أوشلا، تغيير اضطراري. أوشلا أصيب ب إصابة خلت أوشلا يغادر اللقاء. هذا غادي يأثر كثير على مردودية الدفاع ديال فريق الجيش الملكي، لأن هو اللي كان مكلف بحراسة العلودي. دخول لاعب علي الجعفري، العلودي من الجهة اليمنى، وتماس لفائدة الرجاء. نفذ التماس سامي تجدين عند رضا سقيم، خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. هدف تعادل لفريق اتحاد طنجة أمام أولمبيك خريبيا، التعادل الذي يبقي على أمال اتحاد طنجة في البقاء ضمن أندية القسم الوطني الأول. ضربة خطأ خطيرة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. حكم اللقاء السيد مصطفى معزوز كيطلب من عناصر الجيش الملكي، من اللاعب القديوي كذلك اللاعب حفيظ او اللاعب المعتز، اعطاء الامطار القانونيه للاعب نبيل مسلوب. يتنفذ الخطا، تدخل الحارس العسكري وخطا لفائده الحارس العسكري. الان شفنا 3 ديال ضربات الخطا الفريق الرجاء البيضاوي ما استفدش منهم، لانهم كلهم جاو دائريين او جاو في ايد ديال الحارس، فما كيتمش بصفه جيده استغلال الكرات الثابته لفريق الرجاء
البيضاوي اللي هي ممكن تشكل أحد الحلول المناسبة لتسجيل هدف التعادل. الحارس العسكري يتلقى الإسعافات الأولية. السوادي يتابع هذه المباراة. السوادي لاعب سابق فريق الرجاء البيضاوي. فضيلي كذلك اللاعب السابق حمو الفضيلي لاعب سابق فريق الجيش الملكي والمنتخب الوطني المغربي حضر لمتابعة هذه المباراة الهامة اللي كتعرف حتى الآن تفوق فريق الجيش الملكي بهدف ل0. اللقب حتى الآن هو بحوزة الجيش الملكي، أو يمكن اعتبار أن فريق الجيش بالنظر للنتيجة المسجلة حتى الآن فإذا باللقب إذا لم تحصل تغييرات في نتيجة اللقاء. هناك ما تبقى من دقائق الجولة الأولى وكذلك الجولة الثانية، وأمام الرجاء العديد من الفرص لتعديل الكفة. كذلك الشأن بالنسبة لفريق الجيش الملكي، فأمامه الوقت لإضافة أهداف أخرى. على أي صراع نعم سيشتد مع مرور الدقائق، صراع إثبات الذات في وسط الميدان. كذلك الآن كتعطى الفريق الرجاء البيضاوي الفرصة الخامسة أمام المرمى باش يستغلها، إما بتسديد من بعيد يمتاز بالدقة والقوة، وإما بتمريرها للمهاجمين. قد فقوية من أبو شروان والحارس العسكري مرة أخرى في المكان المناسب، يتصدى لقذفة اللاعب هشام أبو شروان. جريندو منذ تسجيل الهدف مبقاش داك التحرك ديال فريق الجيش الملكي، مبقاش داك البحث عن الأهداف. الفريق مقتنع بالهدف المسجل حتى الآن ويحاول الدفاع عن مرماه. محاولة من اللاعب أبو شروان من الجهة اليمنى. أبو شروان خطيرة لفائدة الرجاء، وهروش بضربة رأسية. ترجم محاولة أبو شروان. ضربة مرمى لفائدة الجيش الملكي. حسن المعتز صعود كيمرر في اتجاه اللاعب القديوي، وتدخل دفاع الرجاء في آخر لحظة. دائما البحث عن المزيد من الأهداف بالنسبة لفريق الجيش الملكي، والحارس ياسين الحظ يتمكن من الكرة. حسن المعتز، نبيل مسلوب. نبيل مسلوب قام بمقابلة جيدة. أتمنى أن ما يتوترش، لأن اللي كيلعب شيء طبيعي، لأن قيمة اللقاء هو لقاء من أجل الظفر ببطولة المغرب. النتيجة المرسومة حتى الآن لا تخدم مصالح الرجاء. رضا سقيم، جريندو، بحث مستمر لفريق الرجاء عن الهدف. الحيمر فقط في اتجاه حسن المعتز. جات له الحيمر فرصة للتسديد، لكن جاته على الرجل ديالو اليمين اليمنى، وكنعرفوا أن الحيمر لا يحسن التسديد بالرجل اليمنى. نبيل مسلوب، خطأ مرة أخرى للرجاء. نبيل
جريندو العلودي يقذف وتدخل دفاع الجيش الملكي. أبو شروان من الجهة اليسرى، أبو شروان، الحيمر، لوي إدغار، خطفة ضعيفة اللاعب لوي إدغار، رضا سقيم، وركنية لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. الركنية الثالثة. الحيمر تكتل عناصر الجيش الملكي في للدفاع عن مرمى الحارس العسكري لوي إدغار، وتماس لفائدة الرجاء. سامي تجدين عند العلودي، كيتمكن حسن معتز من الكرة، كيسترجع اللاعب العلودي، وخطأ لفائدة الجيش الملكي، واحتجاج عناصر الرجاء على حكم الشرط. خطأ لفائدة الجيش. حسن معتز، حفيظ عبد الصادق، بوبو، تماس لفائدة الرجاء. لوي إدغار، هروش، اللاعب العلودي، بوبو يبعد الخطر، هشام مصباح، عبد اللطيف جريندو، لوي إدغار، جريندو يفضل إرجاع الكرة للحارس ياسين الحظ. حتى التواجد ديال لاعبي الرجاء البيضاوي على مستوى خط الهجوم فهو تواجد قليل بالنظر للكثافة ديال اللاعبين ديال الجيش الملكي الدفاع عن مرمى الحارس العسكري. مصباح، ياسين الحظ، أرمومن، تجاه اللاعب القديوي، وضربة مرمى لفائدة الرجاء. هدف لصفر لفائدة الجيش الملكي، هدف اللاعب محمد أرمومن. ياسين الحظ كيقذف وسط الميدان، الحيمر، تماس لفائدة الجيش. كما قلنا ان المقابله كلها كتلعب في وسط الميدان. هناك بعد عدم التفاهم في دفاع الرجاء تيخلي اللاعبين ديال الجيش الملكي انهم يترصدوا خطا من الدفاع لتسجيل الهدف الثاني، لكن في نفس الوقت كيف ما قلت الاخ طلال ان ما يمكنش الفريق الرجاء البيضاوي يسجل بجوج لاعبين بعاد شويه عن لاعبي وسط الميدان. لازم اللاعبين ديال وسط الميدان يزيدوا شويه لتقريب الخطوط بيناتهم باش يمكن لهم يلعبوا ويوصلوا الكره بطريقه سهله. فريق شباب المحمديه متفوق بهدفين لصفر، نتيجه تعطي الامال لفريق شباب المحمديه للاستمرار ضمن انديه القسم الوطني الاول، فيما هذه النتيجه فهي تحكم على فريق الكوكب المراكشي بمغادرة القسم الوطني الأول. خطأ لفائدة الرجاء في وسط الميدان، نبيل مسلوب،
الخطأ السادس فريق الجيش الملكي في وسط وسط فريق الرجاء لصالح الرجاء. كنلاحظوا صعود اللاعب هشام مصباح لمؤازرة خط الهجوم. نبيل مسلوب كينفذ عند سامي تاج الدين، كتضيع له الكرة. هشام مصباح، تمريرات محكمة بين عناصر الجيش الملكي اتجاه محمد أرمومن، كتضيع له الكرة عند رضوان الحيمر. الحارس ياسين الحظ كيقذف في اتجاه هرواش. رضا سقيم، نبيل مسلوب، الحيمر من الجهة اليسرى. 7 اللاعبين ضد 4، ما تيبان لي ان من الصعب جدا ان على فريق الرجاء يسجل الهدف ديالو، لان ما كاينش هناك تقدم، ما كاينش مؤازرة من نعم. مختلف العناصر. هذه من الاشياء اللي تلاحظات على فريق الرجاء. فتواجد 3 ديال اللاعبين و4 ديال اللاعبين امام 7 مدافعين، فمستحيل يعني عناصر الرجاء انها تسجل. هم كيصعب الماموريه، شيء ليس بالمستحيل، ولكن كيصعب الماموريه على عناصر الرجاء البيضاوي اللي هذه مسؤوليه المدرب، لانه الان مطالب بتصحيح الوضع. تصحيح الوضع، لان امام الرجاء الان خيار واحد هو تسجيل هدف التعادل. ان التفوق هو لفائده فريق الجيش الملكي بهدف ل0. إذا اللي كنشاهدوا الان هو فاعليه في الدفاع عن فريق الجيش الملكي، القتاليه على مستوى وسط الميدان، 4 لاعبين ضد 5 لاعبين. كنشوفوا فاعليه الهجوم كذلك ديال فريق الرجاء البيضاوي بالرغم من قله العدد ديالو، بالخصوص تحركات بوشروان والعلودي. فالمباراه إذا بقى متفوق فيها الدفاع ديال فريق الجيش الملكي غادي تكون المباراة منتهية بالنسبة ليه، لكن المفروض أن الأمور تتغير لأن المباراة مفتوحة كيف ما كان الحال. جريندو لإدغار، تمريرة ضائعة من لاعب العلودي. بوبو اتجاه القديوي، خطيرة لفائدة الجيش الملكي، وتدخل لاعب لوي إدغار في الوقت المناسب. العلودي في اتجاه أبو شروان، وتسلل لاعب أبو شروان. المهيئ البدني جعفر من جانب فريق الجيش الملكي. نفذ الخطأ أرمومن أمام اللاعب إدغار، تدخل سامي تاج الدين وخطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. حكم السيد مصطفى معزوز اللي كيقود هذه المباراة من عصبة الوسط الشمال، بالضبط من مدينة فاس. نفذ الخطأ، بالنسبة للترتيب المؤقت مؤخرة الترتيب العام. الفرق حتى الآن اللي غادي يغادروا القسم الأول، المغرب فاسي والكوكب المراكشي، في الوقت اللي الأندية الأخرى محققة نتائج إيجابية كالجيش الملك، كفريق شباب المحمدية وفريق اتحاد طنجة، بالإضافة لفريق المولودية. رضا سقيم، كرة في التماس، هناك اندفاع شيئا ما عصبي للاعبين ديال فريق الرجاء البيضاوي، خصهم يلعبوا اكثر بهدوء
لانه الهدف ما كيجيش بالسرعه اللي كتطيح بالواحد التسرع. كنشوف انهم باغيين يوصلوا بسرعه للهدف ديال فريق الجيش الملكي وما كياخذوش الوقت ديالهم لتنظيم العمليه بهدوء. هذه مهمه المدرب، اعاده الامور الى نصابها. محاوله لفريق الرجاء البيضاوي. سفيان علودي عندنا اللاعب نبيل مسلوب، وضربة مرمى لفائدة فريق الجيش الملكي. كنعيش اللحظات الأخيرة من الجولة الأولى. 3 دقائق كوقت بدل ضائع. نفذ ضربة مرمى حسن المعتز، هشام مصباح، اللاعب سامي تاج الدين، وتمس لفائدة الرجاء أبو شروان. فريق المغرب الفاسي متفوق بهدف ل0 على أولمبيك أسفي. بين النتائج سامي تاج الدين، هناك تواجد قوي لدفاع فريق الجيش الملكي. تماس لفائدة الرجاء. وإدغار حسن المعتز، محمد أرمومن، صراع مع مجموعة من العناصر الرجوية. نبيل مسلوب فقط حسن المعتز. نبيل مسلوب عند اللاعب سامي تاج الدين. الترتيب المؤقت في مؤخرة الترتيب العام، فريق المغرب الفاسي صعد للمركز الرابع عشر، ومولودية وجدة حذر للمركز الخامس عشر. مولودية وجدة والكوكب المراكشي حسب الترتيب المؤقت يغادران القسم الأول. ياسين الحظ اتجاه هرواش عند أبو شروان. وخطأ لفائدة اللاعب محمد أرمومن. ماشي من صالح الرجاء الآن ينتهي الشوط الأول بهدف ل0. غادي يكون من الصعب جدا أن فريق الرجاء، لأن في الشوط الثاني ممكن تكون هناك تغييرات، ممكن هناك تكون استراتيجية أخرى لفريق الجيش المدرب محمد فخير. نعيش اللحظات الأخيرة من الجولة الأولى. الجانب الآخر المدرب ديال الرجاء البيضاوي مطالب بتصحيح الوضع وإيجاد حلول للفريق ديالو، بما أن هناك تكدس في الدفاع ديال فريق الجيش الملكي في حلول كثيرة، كتسديد من بعيد، كاللعب على الأطراف، كالدخول مع عملية 1-2. هناك حلول كثيرة لفريق الرجاء البيضاوي لحد الآن ما استعملهاش بصفة خاصة وأن فريق الرجاء معروف باللعب القصير وكذلك بالقذفات القوية للاعب أبو شروان واللاعب لوي إدغار. هذه محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي بسهولة في يد الحارس ياسين الحظ. ما ننسوش كذلك ان المدرب مطالب بتصحيح الوضع في الدفاع، لان هناك اخطاء كثيره بين جريندو ادغار واللاعب مصباح. ونهاية الجولة الأولى في لقاء الجيش الملكي والرجاء البيضاوي هنا بالمركب الرياضي محمد الخامس بنتيجة هدف ل0 لفائدة فريق الجيش الملكي. نتيجة تعطي اللقب لفريق أو تمنح لقب لفريق الجيش الملكي. فريق الرجاء عليه إخراج كل أسلحته التقنية في الجولة الثانية لتعديل الكفة، وعلى المدرب أنغي اسطنبولي وكذلك محمد نجمي خلق توازن
في مجموعة الرجاء لمواجهة فريق الجيش الملكي في الجولة الثانية. مشاهدينا الكرام، نلتقي بعد تسجيل الهدف تراجع شيئا وفريق الجيش الملكي للوراء. أصبحت المبادرة لفريق الرجاء مبادرة اللي ما ترجمتش بمحاولات خطيرة باستثناء المحاولة ديال هشام أبو شرف. نعم بالتأكيد أن فريق الجيش الملكي الآن فايز، ولكن فريق الرجاء البيضاوي هو اللي الآن متحكم في المباراة. الرجوع الدفاعي والنهج التكتيكي الدفاعي اللي لعبوا فريق الجيش الملكي ناجح فيه. كاع لي زانغريديون ديال الدفاع اللي هو دفاع المنطقة والتغطية والميلان الجانبي والمراقبة والضغط، كلهم هادو متفوق فيهم فريق الجيش الملكي لحد الان على لاعبي الرجاء. المشكله عند لاعبي الرجاء هو انهم كيهاجموا بثلاث لاعبين. هناك منطقه كت بين 20 30 متر بعيده على اللاعبين ديال وسط الميدان اللي ما كيوصلوش لعند لاعبي الهجوم باش يمكن لهم يدخلوا يكونوا الاغلبيه العدديه جانب حامل الكره باش يمكن لهم يوصلوا الهدف ديال العسكري. وأمام فريق الرجاء البيضاوي جولة أخرى للبحث عن هدف التعادل المؤدي للفوز باللقب، وأمام فريق الجيش الملكي كذلك جولة أخرى للحفاظ على الهدف المسجل والذي يمنح الامتياز لفريق الجيش الملكي للظفر بلقب البطولة. هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء، قذفة بعيدة للاعب لوي إدغار بعيد عن مرمى الحارس العسكري. سنشاهد مجهودات الفريقين في الجولة الثانية وكذلك تعليمات كل مدرب من أجل تجاوز بالنسبة للرجاء الهدف المسجل في مرمى الحارس ياسين حظ، وبالنسبة للجيش الحفاظ على التفوق اللي تفوق الهدف اللي رسمه حتى الآن. كنذكر فقط بهذا الخطأ رقم 8 ديال فريق الجيش الملكي اللي قريب من مربع العمليات بالنسبة للرجاء. 8 ضربات الخطأ ما استفدوش منها حتى الآن. وضربة مرمى كينفذ الحارس العسكري عند اللاعب عبد اللطيف جريندو في اتجاه هرواش اللي غاب كثير عن فريق الرجاء البيضاوي خلال هذا الموسم. نبيل مسلوب، لاعب رضا سقيم، دخول رضا سقيم في هذه المباراة ملته الغيابات الكثيرة بالنسبة لفريق الرجاء خاصة في وسط الميدان. غياب حسن الدودي وغياب كذلك لاعب نطير واللاعب رشيد سليمان. سي شليح، مع بداية الجولة الثانية واش كاين شي تغيير في الخطة بالنسبة للفريقين؟ كنشاهد نفس الخطة، لأن الآن بخلاف تواجد ثلاث ديال اللاعبين فريق الرجاء على خط واحد، لكن المفروض أنهم ما يبقاوش على خط واحد. إلا بغاو ياخذوا الكرة المفروض أنهم يجيو يستلموا الكرة، ما يبقاوش يعني امام المراقبه اللصيقه ديال متر او مترين ديال اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي. المفروض ان يكون هناك تموضع واعاده التموضع والبحث عن الكره في وسط الميدان. كذلك شاهدنا جوج ديال القذافات من رجل لوي إدغار. هذه ربما التعليمات المدرب لفك الحصار اللي فرضوا فريق الجيش الملكي على مستوى خط الدفاع. نعم سي طلال، لابد من اللاعب من فريق الدفاع او وسط الميدان انهم يجيو يخلقوا الاغلبيه العدديه او التكافؤ العددي في المعترك ديال فريق الجيش الملكي اذا بغات فريق الرجاء يسجل. وخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. كنلاحظ تسخينات بالنسبة للاعب أمين الرباطي اللي غيدعم فريق الرجاء في هذه الجولة الثانية. نفذ الخطأ عند اللاعب حسن المعتز. لوي إدغار، رضا سقيم، كيرجع الكرة للاعب لوي إدغار في اتجاه الحارس ياسين الحظ وسط الميدان. اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي كيسترجع الكرة للاعب لوي إدغار، وخطأ بالفعل، خطأ اللاعب إدغار اللاعب أمين الرباطي. كيبقى فريق الجيش الملكي لاعب مهاجمين اثنين، وهذا اللي خلى المدرب اسطنبولي الان كيهيئ امين الرباطي، لانه ربما غادي يقوم بتغيير تكتيكي ممكن يلعب به فقط بثلاث لاعبين او غادي يخرج واحد من
هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء وتدخل الحارس العسكري. غنشوفوا الان التغيير شنو غادي يعطي. سوء تفاهم بين المدافع العسكري والحارس العسكري. سامي تجدين تجاه لوي إدغار، فقط هناك اللاعب علي بواب. خطأ لفائدة رضا سقيم. هناك جوج ديال العناصر اللي ساقطين الأرض. كيف ما كيتضح الان كاين هناك، اذا كان المخرج يشوف هناك 3 لاعبين ديال فريق الجيش الرجاء البيضاوي كاين في خط واحد 3 ديال اللاعبين ديال المفروض ما يبقاوش في هذا امام 5 لاعبين من فريق الجيش. نعم، لانه المفروض انهم يجيو يستلموا الكره في نص الميدان. كنطلبوا من المخرج الحاج حسين يعطينا هذه الوضعيه اللي كترسم التكتيك اللي لعب به كل فريق. هي في معسكر فريق الجيش الملكي 5 ديال المدافعين و3 مهاجمين من الرجاء، بالاضافه لمدافع اخر متقدم، كيصبح العدد 6 ديال المدافعين من فريق الجيش الملكي امام 3 مهاجمين من الرجاء، واللي كيصعب الماموريه على لاعبي الرجاء من اجل بلوغ مرمى الحارس العسكري. لوي إدغار في اتجاه اللاعب هرواش. هذا هو اللي ما خاصش يدار. الان 3 ديال الكوار ديال فريق الرجاء البيضاوي كيتلعبوا تمريرات عميقه وطويله لصالح اللاعبين ديال الجيش. المفروض ان الكره تتلعب في لاعب قصير اللي هو الاسلوب المعروف ديال فريق الرجاء البيضاوي باش ممكن الكره توصل بصفه صحيحه للمعترك ديال الجيش. تابعنا في الجوله الاولى كيفاش المحاولات ديال الرجاء اللي كانت محاولات طويله ما كانتش كتخترق دفاع الجيش الملكي اللي عنده قامات طويله. كره في التماس لفائده فريق الرجاء. خطأ لفائدة الرجاء. الكرة بحال هذه المفروض انها ما تلعبش هكذا بهذه الطريقة هذه، لأن غادي تلقى اللاعبين ديال الجيش غادي يرجعوها. هذا الشيء اللي صار الآن المفعول ديالو في هذه المباراة. المفروض أن الكرة تلعب بطريقة سهلة وتجي عند المدافعين، من المدافعين توصل وسط الميدان، وسط الميدان توصل لعند اللاعبين ديال فريق الجيش الملكي، عند المهاجمين ديال الرجاء البيضاوي. الآن فريق الجيش الملكي هو فايز، عنده الحق يلعب باللاعب الطويل. هشام مصباح فقط اللاعب المؤمن. خطيرة لفائدة فريق الجيش الملكي وتدخل الحارس ياسين الحظ. كانت محاولة خطيرة لفائدة الجيش، تدخل الحارس ياسين الحظ في آخر لحظة. حسن المعتز، حتى النفسية ديال لاعبي الرجاء كاين نرفزة بالنسبة للاعبي الرجاء اللي خصهم يتماشاو مع المباراة بواحد الهدوء. خصهم يتحروا من فالنرفزه ما غاداش تخليهم يأديوا الوظيفه ديالهم على احسن وجه. بالتاكيد هناك محاوله تسجيل الهدف في اقرب وقت ممكن، وهذه من الاشياء اللي خطا. اللقاء فيه بقى الان اكثر من 35 دقيقه، فامام الرجاء متسع من الوقت للبحث عن الهدف. هذا في الوقت اللي كنشوفوا عناصر فريق الجيش الملكي تلعب بهدوء. كتحاول امتصاص حماس العناصر الرجويه اللي مدعمه بجماهير غفيره، اللي تماس لفائده فريق الرجاء.
فنفس الخطه كيلعب بها المدرب اونغي اسطنبولي، خطه اللي ما عطاتش الاكل ديالها في الجوله الاولى، واللي كتخلي المهاجمين ديال فريق الرجاء وسط مجموعه من المدافعين. فالدور ديال مهاجم الرجاء كيبقى صعيب انه يحقق المبتغى ديالو في هذا اللقاء، في الوقت اللي كاين تواجد مكثف لدفاع فريق الجيش الملكي. نفذ الخطأ. ياسين الحظ في اتجاه سفيان علودي من الجهة اليمنى، حاول المرور عند اللاعب مسلوب. هرواش، سامي تاج الدين بعيدة عن مرمى الحارس العسكري. هناك الانفعال كيولد عدم التركيز. نعم. لحد الان الاخ طلال انا الان ما شفتش تغيير في خطه فريق الرجاء البيضاوي، لان المفروض ان الحلول موجوده عند اللاعبين وموجوده عند المدرب وواضحه. الان لحد الان ما تمش الاستعمال ديالها بطريقه جيده. جريندو كدع له الكره عند اللاعب مصباح في اتجاه ابو شروان في الجهه اليمنى، وتمس لفائده الجيش الملكي. جانب من الجمهور الذي يتابع هذه المباراة. مصباح، عبد اللطيف جريندو، لوي إدغار، جه اللاعب هرواش عند الحيمر. تدخل عناصر الجيش الملكي لإبعاد الخطر. سامي تاج الدين، ضغط رجوي في هذه الأثناء. نعم. أبو شروان كدع له الكرة. اللاعب ودوش تمشي عند الحارس ياسين الحظ في اتجاه مصباح. أبو شروان، الكرات الطويلة لا فائدة منها. لحد الآن اللاعبين ديال الرجاء كيبغيو يوصلوا الكرة بأسرع وسيلة ممكنة اللي هي التمرير البعيد. هذه اللي كيصعب الميموريا ديالهم في هذه المقابلة. لوي إدغار، رضا سقيم، بناء سامي تاج الدين اتجاه أبو شروان من الجهة اليمنى. هرواش كدع له الكرة. فحضور قوي لدفاع فريق الجيش الملكي في هذه المقابلة، متميز بالخصوص بالمراقبة الفردية. الهدف الثالث لفائدة شباب المحمدية أمام الكوكب المراكشي، وبالأغلبية العددية ديال اللاعبين الجيش الملكي في الدفاع. تمريرة طويلة في اتجاه هرواش عند اللاعب العلودي. سامي تاج الدين اتجاه أبو شروان. أبو شروان عند سامي تاج الدين، سوء تفاهم بين أبو شروان وسامي تاج الدين. كيسترجع أرموم الكرة اللاعب القديوي، تجي عند لوي إدغار، كيمرر رضوان الحيمر. نبيل مسلوب، هرواش اتجاه اللاعب هرواش من الجهة اليمنى عند أبو شروان ضائعة. فحتى اختيار التمريرات بالنسبة لعناصر الرجاء فما كيكونش موفق في معترك فريق الجيش الملكي. هذا اللاعب ودوش اللي سقط الأرض، جواد ودوش. فالخطورة ديال فريق الرجاء في معسكر دفاع الجيش الملكي ما كتكونش قوية. هناك كل الاوتوماتيزمات اللي كنا كنشوفوها بين هشام بوشروان والعلودي ما شفناهاش لحد الان.
لأن هناك توتر في الأعصاب، هناك رغبة في الوصول بأسرع وسيلة ممكنة، والسرعة عادة عادة ما توصل تؤدي إلى التسرع. تغيير في صفوف الرجاء، أمين الرباطي يستعد للانضمام. هذا محمد فاخر مدرب الجيش الملكي ولاعب سابق فريق الرجاء البيضاوي، كان يشرف كذلك على مجموعة من الفئات داخل فريق الرجاء البيضاوي قبل أن يتولى الإدارة التقنية لفريق نهضة سطاتية، بعد ذلك حسنية أكادير ثم الجيش الملكي. خروج سامي تاج الدين ودخول أمين الرباطي. تغيير تكتيكي شليح بالنسبة للمدرب أوغسطين لإخراج مدافع وإدخال مدافع آخر. نعم، يشوف بأن بإمكان شليح. تفضل. قلنا على أن الدخول ديال شليح. نرحب بمستمعينا الافاضل اللي انضموا الينا في راديو دوزام لمتابعه اطوار هذه المباراه، البث المباشر لمباراه الرجاء الرياضي البيضاوي بالجيش الملكي، اللي كتعرف حتى الان هدف لصفر لفائده فريق الجيش الملكي. تفضل شليح. قلت لك ان الدخول ديال الامين الرباطي غادي يحدد الموقع ديالو بالنسبه لان فريق الجيش الملكي، فريق الرجاء البيضاوي الان في الدفاع شاف على انه ما محتاجش 4 ديال اللاعبين، لان الحمر غادي يتقدم قدام وغادي يجي امين الرباطي هو وجريندو وادغار باش ياخذوا اللاعبين الاثنين في المراقبه اللصيقه. نذكر مرة أخرى على أن هذه المباراة تبث مباشرة عبر قناة دوزام وكذلك راديو دوزام، فمرحبا بمشاهدينا الأعزاء وبمستمعينا الأفاضل الذين يتابعون معنا أطوار هذا النقل المباشر لمباراة الرجاء الرياضي البيضاوي بفريق الجيش الملكي. حتى الآن تفوق لفائدة الجيش بهدف لصفر، هدف لاعب أرمومن، هدف الذي يعطي حتى الآن الامتياز للجيش للظفر بلقب البطولة في انتظار مستجدات باقي أطوار المباراة. ومحاولة لفائدة الرجاء بواسطة اللاعب أبو شروان كدع له الكرة، فأبو شروان محاولة ماشي بالخطورة اللي كان كيتوقعها الجمهور الرياضي، هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء في يد الحارس العسكري. الان الوصول ديال الحمر عند بوشروان ربما غادي يفك الحصار عليه، لانه غادي يلقى مع من ممكن يعمل اوتوماتيزم، تكون مساندة للحمر. نعم، ومساندة اللاعب ابو شروان. هذا نبيل مسلوب اللي غادي يمرر في اتجاه امين الرباطي، اللاعب مصباح اللي مشى للجهه اليمنى. بالنسبه للعلودي اللي كيضيع الكره اللي كتوجد الان في وسط الميدان عند اللاعب مصباح مباشره للتماس، تماس لفائده فريق الجيش الملكي. لاعب مصباح اللي مشى للجهه اليمنى لملء الفراغ اللي غيتركوه خروج اللاعب سامي تاج الدين بعد ادخال اللاعب امين الرباطي اللي تحول للجهه اليسرى او تحول كمدافع متاخر. لان الفريقين بجوج كيلعبوا بنهج تكتيكي واحد 3-5-2، تحولوا كلهم 3-5-2 مع جانب هجومي اكثر للرجاء اكثر من فريق الجيش الملكي اللي في حاله الدفاع كيلعب 5-3-2. نفذ التماس، جريندو فقط. هناك اللاعب علي بواب في الجهة اليمنى لدفاع الجيش الملكي، وتماس لفائدة الرجاء. ما كاينش شي محاولة خطيرة لفريق الرجاء البيضاوي بعد مرور 19 دقيقة على الجولة الثانية، ففريق الرجاء لا زال يبحث عن المنفذ
لتسجيل هدف التعادل، هدف الوقت الذي تراجع فيه فريق الجيش الملكي للدفاع عن الهدف المسجل في الجولة الأولى بواسطة اللاعب محمد أرمومة. سينفذ التماس لفائدة الرجاء. لوي إدغار، العلودي من الجهة اليمنى، حرص لصيقة باللاعب العلودي وكذلك باللاعب أبو شروان. العلودي في اتجاه هروش وضربة مرمى في الوقت اللي فريق الرجاء يطالب بركنية لأن الكرة لمست أحد مدافعي فريق الجيش الملكي. الحكم كان قريب من العملية وكيعلن على ضربة مرمى. هذا في الوقت اللي كانت كما نتابع من خلال الإعادة الكرة لمسات اللاعب حسن المعتز. لوي إدغار، محاولة الجيش في الجولة الثانية ما كتجاوزش وسط الميدان. أمين الرباطي، تبادل الكرة بين عناصر الفريقين. رضا سقيم، كرة عند الرجاء لازم تنزل الأرض باش يمكن لهم يلعبوا بالأسلوب ديالهم الحقيقي ديالهم، لازم تنزل الأرض ويوصلوا الكرة بطريقة سليمة للمهاجمين. تماس لفائدة الجيش الملكي كيتنفذ بسرعة بواسطة اللاعب الجعفري اللي عوض اللاعب أوشلا. أمين الرباطي، طريقة ممتازة. فريق المغرب الفاسي يضيف هدف ثاني في مباراة أمام أولمبيك أسفي. نتيجة تجعل الفريق المغرب الفاسي يحافظ على مكانته ضمن أندية الصفوة. هذا في الوقت اللي في ظل النتائج المسجلة حتى الآن فمغادرة القسم الأول هو يعني يكون من الكوكب المراكشي المنهزم ب3 إصابات ل0 أمام شباب المحمدية، وكذلك فريق مولودية وجدة المتعادل أمام جمعية سلا ب0 لمثله. الحيمر، أمين الرباطي، هروش، الحيمر كتضيع له الكرة عند اللاعب جواد ودوش، كيسترجع أمين الرباطي عند رضا سقيم، كتضيع له الكرة عند اللاعب القديوي، وخطأ في وسط الميدان لفائدة فريق الجيش الملكي. تيظهر لي بأن هذه الآن حان الوقت أن المدرب يستفد من إشراك بعض اللاعبين في الاحتياط. مثلا بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي بإمكانه كنشوف أن هناك محمد أمين قاصد اللي كيستعد لدخول الانضمام للرجاء، وكذلك لاعب آخر يستعد لانضمام لاعب موديبا على ما أعتقد ميغا موديبا بالفعل اللي كيستعد باش ينضم لفريق الرجاء. فريق الرجاء اللي في ظل النهج التكتيكي اللي مرسوم حتى الآن فغائب تماما عن الفرص الحقيقية، وهذه مسؤولية المدرب لإخراج الأسلحة التقنية لإعادة النظر في النهج المرسوم حتى الآن، واللي ما مكنش فريق الرجاء من تهديد مرمى الحارس العسكري حارس فريق الجيش الملكي، خاصة وأن الوقت يمر. وأمامكم الترتيب المؤقت لمؤخرة الترتيب العام. فريق شباب المحمدية المنتصر على الكوكب المراكشي يوجد في المركز الثاني عشر برصيد 34 نقطة. فريق اتحاد طنجة المتعادل امام اولمبيك خريبكا بمدينه خريبكا يوجد في المركز الثالث عشر ب 33 نقطة. وفريق المغرب الفاسي المتفوق بهدفين ل0 على اولمبيك اسفي يتواجد في المركز الرابع عشر برصيد 32 نقطة. هذا في الوقت لفريق مولودية وجدة والكوكب المراكشي حسب الترتيب العام المؤقت فهم يغادران القسم الأول. تمريرة في اتجاه اللاعب أبو شروان وخطأ بالفعل، خطأ نرفزة لاعب الرجاء لأبو شروان كيبعد الكرة في أي اتجاه، وهذه ماشي في مصلحة الرجاء لأن هناك تضييع الوقت وهناك عدم تركيز، هناك عدم الانضباط كذلك. فكيف قلنا النتيجة المرسومة فهي مرسومة، وعلى فريق الرجاء أنه يقوم بحملات بهدوء ويقوم بتنظيم خطوطه للوصول لمرمى الحارس العسكري، لكن بهذه الطريقة ديال النرفزة فكنعتقد أن فريق الرجاء بعيد عن تسجيل الهدف. هدف منظم عادة تقنيا ممكن يحصل في 5 ديال الثواني،
اللي حصل الان فريق الرجاء البيضاوي هو انهم كيبغيو يوصلوا الكره باسرع طريق وسيله ممكنه اللي هي التمريرات البعيده، وكذلك بطريقه فيها نوع من النرفزه. هذه محاوله لفائده فريق الجيش الملكي بواسطه اللاعب ودوش بعيده عن مرمى الحارس ياسين الحط. دخول لاعب اجدو اللي غادي يكون دعم الفريق الجيش الملكي في هذه الجوله الثانيه امام فريق الرجاء اللي قلت ما كاينش شي حملات خطيره حتى الان لفائده الرجاء اللي يمكن تهدد مرمى الحارس العسكري ابو شروان، وخطا بالفعل، خطا لفائده فريق الرجاء قريب من معترك فريق الجيش الملكي، خطا خطير بالنسبه لفريق الرجاء. هناك ابو شروان المتخصص في ضربات الاخطاء وينضم اليه في هذه الاثناء اللاعب نبيل مسلوب. هذه محاوله للرجاء لتسجيل هدف التعادل. الخطأ 11 قريب من المرمى بالنسبة لفريق الرجاء البيضاوي. الوقت يمر وفريق الرجاء مطالب بتسجيل هدف، فريق الجيش مطالب كذلك بالحفاظ على الهدف المسجل ضده. سنشاهد مجهودات الفريقين فيما تبقى من الوقت من أجل تحقيق المراد وهو الفوز بلقب البطولة الوطنية. خطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. استفادة من الكرات الثابتة كيبقى حل كذلك الأخ طلال من الحلول الفريق الرجاء البيضاوي، لأنه لحد الآن ما استفاد حتى من شي ضربة خطأ. من 11 أو 12 ضربة خطأ ما استفاد حتى مشي. والمتخصص هشام أبو شروان يستعد لتنفيذ الخطأ لفائدة فريق الرجاء. أبو شروان كيقذف، محاولة لفائدة فريق الرجاء بعيدة عن المرمى. كان بإمكان أمين الرباطي يوقع الهدف في الوقت اللي كان أمام الحارس. أمين الرباطي بضربة رأسية مرت بعيدة عن مرمى الحارس العسكري. هذه محاولة لفائدة فريق الرجاء، وكان أعتقد أن الحكم ديال الشرط كان أعلن على تسلل. نعم. إضافة أن الكرة صعبة جاءت كالطير قلت يقولوا. انذار شفوي للحارس فريق الجيش الملكي اللي كيتعمد تضييع الوقت. تغيير في صفوف الفريقين، دخول أجدو مكان القدوي بالنسبة لفريق الجيش الملكي، ودخول محمد أمين قاصد أعتقد مكان هرواش بالنسبة لفريق الرجاء الرياضي البيضاوي، أو مكان لاعب الحيمر. فتغيير مدافع بمهاجم عبد الرزاق شليح، فهي محاولة من مدرب الرجاء لإضافة أكبر عدد من المهاجمين لتحقيق التفوق على مستوى خط هجوم الرجاء، التفوق العددي. نعم، إضافة هجومية للفريق الرجاء. عبد اللطيف جريندو في اتجاه رضا سقيم في وسط الميدان عند اللاعب نبيل مسلوب. نبيل مسلوب في اتجاه أبو شروان، تدخل اللاعب علي بواب. دفاع الجيش حاضر بقوة. هشام مصباح، تدخل قوي، تدخل قوي في حق اللاعب هشام مصباح من طرف أجدو. الحكم يعلن عن خطأ. يتنفذ الخطأ. تمريرات طويلة دائما في صالح فريق الجيش الملكي. نعم، هناك ضربة خطأ المفروض أنها تلعب بين لاعبين، كتعطى 7 لاعبين ديال فريق الجيش الملكي وكيرجعها فريق الجيش الملكي بسهولة. طريقة الجيش اللي غريبة جدا الطريقة اللي كيلعب بها فريق الرجاء البيضاوي. لا، فهو منهزم وما كاينش اجتهاد على مستوى الهجوم، فهناك حاجز دفاعي متين لفريق الجيش الملكي، وما كاينش مبادرات من جانب الرجاء. هذا في الوقت اللي كاينه نرفزه كبيره بالنسبه لعناصر فريق الرجاء البيضاوي، العناصر اللي كتخوض هذه المباراه، وهذه النرفزه كيف قلنا ما كتخدمش مصالح الرجاء. فريق المولوديه الوجديه سجل الهدف في هذه الاثناء، نتيجه ستقلب موازين الترتيب وستعيد الامور
رأسا عن عائق عن قدم، وهذه محاولة لفائدة فريق الرجاء البيضاوي بعيدة عن مرمى الحارس العسكري. هذا اللاعب هرواش اللي غاب كثير عن فريق الرجاء في هذا الموسم، واللي الاداء ديالو مرقاش اللي كينتظروا الجمهور في لقاء قوي امام فريق قوي هو الجيش الملكي. لوي إدغار، نبيل مسلوب، أمين الرباطي، محمد أمين قصد. هذه كانت محاولة خطيرة لفائدة الرجاء أمام اللاعب هرواش أمام الحارس، فما كانش منتظر الكرة وكتضرب فيه الكرة وكتخرج خارج الميدان. ضربة مرمى لفائدة الجيش الملكي. لاعب علي بواب سقط الأرض. اللي لاحظنا الان اللي ممكن يكون اثر في الاداء سي طلال ديال فريق الرجاء البيضاوي هو خروج لي زيكسونطري ديال الرجاء اللي هما سيمي تاجدين والحمل، واللي المفروض انهم يبقاو باش يلعبوا على تبعيد خط الدفاع ديال الفريق لخلق داك ما يسمى بلي زانترفال. فالان خرجوا بجوج، والان بقاو اللاعبين اللي ربما فريق الرجاء البيضاوي ما محتاجهم شيء في الدفاع. الان ممكن تغيير اخر في صفوف الرجاء، دخول اللاعب موديبا. التغييرات كلها الان كتبغي تصلح هذاك العيب اللي دار في الاول. امام الفريقين فقط حوالي 15 دقيقه بالنسبه للجيش للحفاظ على اللقب او على الهدف الذي يؤمن الحفاظ على اللقب، وبالنسبه للرجاء تسجيل الهدف لتحقيق التعادل وهو الذي يمنح للرجاء لقب هذا الموسم. تغيير آخر في صفوف فريق الجيش الملكي، خروج حفيظ عبد الصادق ودخول اللاعب رقم 8 منير بن قسو وابن الحارس علال. تكون فريق الجيش الملكي والتحق بعد ذلك بفريق النادي المكنسي قبل أن يعود لفريق الجيش الملكي هذا الموسم. هشام مصباح، محمد أمين قاصد، فمجموعة من المهاجمين كيدخلهم المدرب أونغي اسطنبولي بالنسبة لفريق الرجاء لتقوية خط الهجوم. بالنسبة للترتيب العام المؤقت المسجل حتى الآن فهناك تغيرات الأمور. فريق المغرب فاسي هو اللي أصبح ضمن النازلين إلى القسم الثاني، وخطأ لفائدة فريق الجيش الملكي في الوقت فريق المولودية الوجدية كيسجل الهدف بمدينة وجدة. فريق المغرب فاسي ينحدر للمركز الخامس عشر ومهدد بالنزول للقسم الثاني صحبة فريق الكوكب المراكش. ضربة خطأ في وسط الميدان لفائدة الجيش، انذار اللاعب أمين الرباطي. مباراة تسير نحو النهاية، هدف ل0 لفائدة فريق الجيش الملكي. ربع ساعة ساخن غادي يكون على فريق الجيش الملكي وفريق الرجاء البيضاوي وعلى هذا الجمهور هذا اللي حاضر كلنا في المركب. يتنفذ الخطأ بواسطة اللاعب علي بواب، كينفذ الخطأ فقط. هناك اللاعب جريندو حسن المعتز من الجهة اليسرى، وركنية لفائدة فريق الجيش الملكي في الوقت اللي اللاعبين ديال الرجاء كيحاولوا يحطوا الكرة في
مكان الركنية لتفادي تضييع الوقت. هناك محاولات من عناصر الجيش الملكي لربح الوقت. نفذ الركنية مباشرة ليد الحارس ياسين الحظ. تماس فائدة الجيش. التسرع وعدم التركيز هي الخاصية الأساسية الآن للاعبين ديال الفريق الرجاء البيضاوي. موديبا، محاولة خطيرة لفائدة الجيش، مرت محاذية لمرمى الحارس ياسين الحظ. 5 متر و50 لفائدة الرجاء. ياسين الحظ كنعيشوا الدقيقة 35. رضا سقيم كتلعب الكرة. عبد اللطيف جريندو، سفيان علودي، أبو شروان، أمين الرباطي، موديبا، رضا سقيم. سوء تفاهم بين اللاعب موديبا واللاعب رضا سقيم. تماس لفائدة الرجاء. نفذ بسرعة عند اللاعب رضا سقيم. ضرب الكرة في الحكم وكتمشي عند اللاعب رقم 8 لفريق الجيش الملكي منير بن قسو. يسترجع اللاعب العلودي من الجهة اليمنى. العلودي كيمرر في اتجاه اللاعب أبو شروان. أبو شروان من الجهة اليسرى، وخطأ لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. خطأ قريب من خطأ الثالث منطقة 18 متر. نبيل مسلوب ينفذ الخطأ. نبيل مسلوب ينفذ الخطأ. بالنسبة لفريق الرجاء كانت خطيرة، ولكن تدخل دفاع الجيش الملكي. لوي إدغار، وخطأ لفائدة الرجاء. مرة أخرى نبيل مسلوب يتنفذ الخطأ بسرعة. كانت محاولة خطيرة لفائدة فريق الرجاء أمام المرمى. اللاعب سفيان علودي أمام المرمى يضيع هدف محقق لفائدة فريق الرجاء. هذه أكبر فرصة تحت أحسن فرصة لفريق الرجاء. سفيان علودي أمام الحارس ينفرد بالحارس ويضيع هدفا محققا لفائدة فريق الرجاء، وهو هدف التعادل. حتى الحارس العسكري فهو حاضر بقوة في هذه المباراة. اختلطت الأوراق. هناك ربما طرد لأحد مسيري الطاقم الفني ديال فريق الجيش الملكي، إما حسينة أو محمد. هناك حديث مع الحكم. طرد ديال محمد. بالفعل طرد محمد فاخر. خطأ لفائدة فريق الجيش الملكي. نعيش اللحظات الأخيرة من مباراة الرجاء بالجيش. هدف ل0 لفائدة فريق الجيش الملكي. هدف اللاعب محمد أرمومن
في الجولة الأولى. يتنفذ الخطأ بواسطة العسكري، كينفذ لوي إدغار، اللاعب موديبا قاصد، أمين الرباطي كتضيع له الكرة، كتار في المراوغات، محاولة لفائدة فريق الجيش الملكي وتدخل لاعب موديبا بطريقة ذكية يبعد الخطر، وتسلل حكم الشرط يعلن عن تسلل أمام احتجاج الجمهور، ويقول أن هناك لاعب كان يتواجد في تسلل عند قذف الكرة، هو الأمر اللي أعلن عليه الحكم قبل أن يصبح اللاعب في وضعية سليمة. ياسين الحظ هدف تعادل لفائدة فريق الاتحاد التركي. نرحب مرة أخرى بمستمعينا الكرام الذين يتابعون معنا هذا النقل المباشر في راديو دوزام، وكذلك نرحب بمشاهدينا الأعزاء الذين يتابعون معنا النقل المباشر عبر قناة دوزام. كرة عند الحارس العسكري، يقذف لوي إدغار، رضا سقيم تضيع له الكرة، يسترجع اللاعب أمين الرباطي، جعفري يبعد الكرة للتماس لفائدة فريق الرجاء البيضاوي. فريق الرجاء البيضاوي إذا بغى يسجل مطالب بتنظيم الهجوم بطريقة بهدوء أكثر، لأنه توصيل الكرة بهذه الطريقة هذه للدفاع ديال فريق الجيش الملكي ما غاديش يخليه يسجل. لوي إدغار يبالغ في المراوغة، كان غيأدي ثمن ذلك. جريندو انضم المهاجمين، راس حربة، وتماس لفائدة فريق الرجاء البيضاوي، فريق الرجاء الذي يبحث عن لقب ثاني على التوالي. أمين الرباطي، موديبا، وخطأ لفائدة فريق الرجاء، الخطأ الرابع عشر الآن. باش تشوف من الأخ طلال كمية الكرات وضربات الخطأ المباشرة اللي جات لفريق الجيش فريق الرجاء البيضاوي وما استغلهاش. هذه من المحاولات لأمام الرجاء لتعديل النتيجة. ضربة خطأ مباشرة، هناك مجموعة من اللاعبين، لوي إدغار، أبو شروان، بالإضافة لأمين الرباطي. الدقائق الأخيرة خصها تكون بالنسبة للفريق اللي غادي يكون مهدن، الفريق اللي غادي يلعب بذكاء، اللي غادي يعرف كيفاش يستغل هذا الوقت هذا باش يسجل، باش يفوز بلقب الدوري. ضربة خطأ لفائدة فريق الرجاء، اعتقد المنفذ اللاعب لوي إدغار يستعد، كيقذف قذفة قوية، حائط الدفاعي لفريق الجيش الملكي يتمكن من إبعاد الكرة. نبيل مسلوب، اللاعب رضا سقيم، استماتة كبيرة كذلك الفريق الجيش الملكي كنشوفها في 5 دقائق الأخيرة. أجدو، محاولة خطيرة لفائدة فريق الجيش الملكي بواسطة اللاعب أرمومن، كيقذف، والهدف الثاني لفائدة فريق الجيش الملكي، هدف الخلاص. أعتقد أن الأمور حسمت لفائدة فريق الجيش الملكي، هدف في الدقائق الأخيرة.
اللقب يعود لفريق الجيش الملكي، وفريق الرجاء يتلقى ضربة قاضية في آخر أنفاس فريق الجيش المباراة. هذا هو الواقع. ففريق الرجاء لعب بالنهج التكتيكي اللي ما وصلش من خلاله تهديد مرمى الجيش الملكي طوال الجولة الأولى، بنفس النهج كيلعب الجولة الثانية، واللي ما حققش من خلاله ولو فرصة واحدة لتهديد مرمى الحارس العسكري أمام يعني متابعة للمدرب اسطنبولي اللي كان اعتقد أنه في الجولة الثانية غادي يجتهد وغادي يقوم بعد التغييرات لإعادة توازن للمجموعة الرجوية اللي عاشت فترات ديال التوتر، فترات فقط ديال المتابعة، وما تمكنتش أنها تخترق الحاجز الدفاعي لفريق الجيش الملكي. وهذا اللي خلى فريق الجيش من خلال المرتدات الهجومية المضادة أنه يوقع هدف ثاني في آخر أنفاس المباراة. أعتقد أن المباراة حسمت لفائدة فريق الجيش الملكي، حسمت لفائدة الجيش، وحسم اللقب كذلك لفائدة الجيش اللي كان أمامه خيار واحد هو تحقيق الفوز. فريق الرجاء كان أمامه جوج ديال الخيارات، فهو التعادل أو الفوز. فريق الرجاء ما استطاعش أنه يحقق التعادل في هذه المباراة، وكيضيع له اللقب اللي كان بإمكانه أنه يحافظ عليه. هذه هي كرة القدم. كان صراع الموسم الماضي بين الرجاء والجيش، انتهى لفائدة الرجاء. في هذا الموسم ينتهي لفائدة الجيش. فهذه هي كرة القدم، وخص كل طرف يتقبل النتيجة اللي كيعطيها اللقاء. فريق الجيش الملكي لعب أكثر ذكاء تكتيكيا، تحكم في المباراة، تحكم في الدفاع ديالو، قام بمرتدات، عطات الأكل ديالها في الشوط الأول وفي الشوط الثاني. هناك كانت فوضى في آخر المباراة على مستوى الدفاع ديال فريق الرجاء البيضاوي، هو اللي خلى فريق الجيش الملكي يسجل الهدف ديالو الثاني. حتى الاندفاع ديال فريق الرجاء فما كانش اندفاع اللي عطى محاولات، فهذه نقاط اللي خصها تعالج بالنسبه للمدرب. فإلا خدينا المحاولات اللي حاول فريق الرجاء لا في الجوله الاولى ولا في الجوله الثانيه، فباستثناء محاوله او جوج ديال المحاولات، فالنرفزه كانت واضحه بالنسبه لفريق الرجاء. هذا في الوقت اللي كان فريق الجيش الملكي حاضر بقوه على مستوى الدفاع، وكان كيحاول بذكاء انه يبعد كل المحاولات. وهذا اللي كنا كننتظروه من المدرب اسطنبولي، خاصة في الجولة الثانية، أنه يغير ملامح اللقاء. فما جات المبادرة من المدرب اسطنبولي حتى اللحظات الأخيرة بإشراك جوج ديال المهاجمين اللي على ما كنعتقد كان فات الوقت باش هاد المهاجمين يتأقلموا مع مجريات اللقاء. في نظري المدرب بدا تيصلح ذاك الأخطاء اللي دار، لأن لي زيكسونطري خرجوا، ما بقاش اللاعبين اللي غادي يلعبوا على الأجنحة. فريق الجيش الملكي اعتمد على دفاع متماسك مع الغياب ديال الفضلي وديال اللاعب الاخر اللي خرج في المباراه. فالتماسك ديالهم هو، ولكن النرفزه ديال لاعب وشلا اللي كان غادر اللقاء، لاعب وشلا، فغياب ديال قطبي الدفاع ديال فريق الجيش الملكي. مع ذلك فريق الرجاء البيضاوي ما قدرش يسجل. وفريق الرجاء اللي عودنا طوال هذا الموسم على انضباط تكتيكي محكم كيخليه يحسم اللقاءات لصالحه. اليوم غايب كثير على مستوى الانضباط التكتيكي، فكاين اندفاع فقط بالنسبه للمهاجمين. كيف كنشوفوا الان مع اللاعب علودي اللي امامه مجموعه من الاصدقاء ديالو اللي كان بامكانه انه يمرر لهم الكره لاستغلال هذه المحاوله. كاين فقط هناك مراوغات، هناك اندفاع، هناك نرفزه اللي خلات الامور تمشي لفائده فريق الجيش الملكي اللي لعب بهدوء ولعب بانضباط ولعب عرف كيفاش كيف كنقولوا يجيري المقابله ديالو، عرف كيفاش يسير المباراه ديالو. حتى اللاعبين ما استفدوش من المعطيات ديال المباراه. كانش خروج وشلا، خروج المدرب، طرد المدرب في الخمس دقائق الاخيره. المفروض ان الاشياء هذه تخلي فريق اللاعبين بالخبره ديالهم تخليهم يكونوا اكثر هدوء ويستغلوا هذا الموقف الجانبي. الجماهير بدات كتغادر المركب الرياضي، يعني اقتنعت بالنتيجه المرسومه. ونهايه اللقاء لفائده فريق الجيش الملكي. هنيئا لفريق الجيش الملكي بالفوز ديالو بلقب البطوله الوطنيه. فريق الرجاء اللي كان كل شيء كيف كنقولوا بلغه الكره كان بيديه، فكان الخيار الوحيد امامه هو تحقيق التعادل
ولكن فريق الجيش ما جاش لمدينه الدار البيضاء من اجل النزهه او من اجل لعب مباراه عاديه، فهو جاي وحاط في باله ان الخيار الوحيد امامه هو تحقيق الفوز، وعرف كيفاش يسير المباراه لمصلحته، وعرف كيفاش انه ينهي اللقاء لفائدته بفوز مستحق اللي جاء لا من حيث التكتيك ولا من حيث انضباط اللاعبين. هذا في الوقت اللي فريق الرجاء مع الاسف كان غياب انضباط تكتيكي، كانت نرفزه في محاوله للوصول في اقرب وقت لمرمى الفريق العسكري. وهنيئا للاطار الوطني محمد اللي تفوق الان على الاطار الفرنسي، وهذا كيأكد كذلك اننا خصنا نعطيو فرصه للمدربين المغاربه، ونجمي قادر انه باش يسير هذا الفريق هذا وقادر انه باش يمشي به، ولكن خصنا نحيدوا من بالنا فكره ان مغني الحي لا يطرب، ونعطيو الفرصه للاطر المغاربه باش يسيروا الفرق ويمشيوا بها بعيد، وكفانا من المدربين الاجانب. هنيئا لفريق الجيش الملكي بهذا اللقب، وكان كيف كنشوفوا من خلال الصور هناك فرحه من جانب فريق الجيش الملكي، هناك حسره بالنسبه لفريق الرجاء البيضاوي، حسره اللي جات اللي حاول الفريق انه يحافظ على فريق نقطه واحده على الجيش الملكي، ولكن في اخر انفاس البطولة الوطنية في اللقاء الأخير اللي اعتبر نهاية البطولة الوطنية فريق الجيش يفوز هنا بمدينة الدار البيضاء على الرجاء البيضاوي ويهدي اللقب لأنصاره ومحبيه. هنيئا للرجاء كيفما كان الحال، هنيئا للرجاء كيفما كان الحال بهذا الأداء الجيد بالنسبة للبطولة الوطنية. الفريق الذي يحتل الآن المركز الثاني وسيشارك في عصبة أبطال إفريقيا إلى جانب فريق الجيش الملكي. وننتقل لزميل سامي دغيلان الذي يستضيف محمد أرمومن لاعب فريق الجيش الملكي. سامي دغيلان. شكرا مصطفى. محمد أرمومن، لعبتوا مباراة كبيرة وتمكنتوا من الفوز على فريق الرجاء البيضاوي بفضل هدفين سجلتيهم في السي بهداف البطولة وكذلك بطولة هذا الموسم.